روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في خطبة له يصف القرآن الكريم: ثم أنزل الكتاب عليه نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. ما أدري ما عسى ما يتحدث المتحدث في مجلس القرآن الكريم والمقدم اللطيف أيضا روايات ونصوص دينية، فلا أظن أن هناك كلام فوق هذا الكلام، كلام القرآن والروايات. نستهدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله في وصفه للقرآن الكريم في بعض حديثه عن القرآن الكريم، إذ يقول كما روي عنه: فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل، يعني أصبحت القضايا مبهمة متلبسة. التبست يعني اختلطت، شاب الحق باطل والباطل حق. فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وصادق مصدق. والبقية سمعناه من خلال النصوص التي رواها المقدم عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن أود أن أتساءل أنه أين الإضاءة والإهداء في القرآن الكريم، وها نحن نقع في فتنة بعد فتنة وظلام بعد ظلام. كيف نفهم هذا المعنى أن القرآن الكريم هو مخرج من الفتن ومن الظلمات؟ إذا التبست الفتن والأمور كيف نستهدي بالقرآن الكريم؟ من الذي يستهدي بالقرآن الكريم؟ طبعا القرآن كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الإمام الصامت، وأنه لا يتكلم، وإنما الإمام الناطق وهو أمير المؤمنين الذي يفسره ويبينه ويبين مصادقه وخارجيته. ولكن أريد أن أشير إلى هذا المعنى في القرآن الكريم، وهو أنه مثاني يعني يتثنى بعضه على بعض، يعني هو مجموعة آيات وبراهين وحجج ككل مفردة كلؤلؤة مستقلة ذات جمال ولطافة وهداية ونور، ولكن في مجموعة يشكل هداية، يشكل لون آخر وطعم آخر ومنهج آخر. لعله في أثناء تأملي في هذا المعنى وقع في بالي محاولة لتصوير طبيعة القرآن الكريم ومعنى تثنيه ومعنى أنه هداية في موارد الظلمات. القرآن الكريم لا يقول في مثلا أيام فتنة بني أمية أن هؤلاء ظلمة وهؤلاء عدول، لا يتكلم عن كل مورد على حدة، وإنما هو في مجموعه يشكل تنقية للإنسان، يشكل برمجة لطبيعة الإنسان. أقول أنه المثال الذي ورد في ذهني، لاحظوا الأفلام السينمائية التي تعرض في دور السينما، عادة هي عبارة عن صور متتالية متعاقبة، وكل صورة
مع التي تعقبها متقاربة متشابهة حتى لا تكاد تكون بينها إلا فارق دقيق، ثم تتلوها صورة ثانية وثالثة ورابعة. أظن هذا المعنى واضح في معلوماتكم. كيف تحقق الصورة المقصودة؟ هي تتالي هذه الصور وتراكمها بشكل سريع. أما أنت ماذا ينطبع في نفسك؟ أنت تشاهد الحركة ككل. القرآن الكريم من هذا القبيل، لا يمكنك أن تأخذ آية واحدة كما صنع المتكلمون في بداية العصر الإسلامي في اختلافاتهم، ضربوا القرآن بعضه ببعض فما اهتدوا. فبعضهم قال أن القرآن يقول أن الإنسان مخير، بدليل أن الله عز وجل في آياته يقول نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا الإنسان مخير. قال آخرون لا، القرآن يقول أن الإنسان مسير، لأنه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا مشيئة لك إلا بمشيئة الله. هذا نحو من التضارب. أما إذا أخذنا القرآن ككل، أو حسب تعبير الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أن نأخذ الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع جمعا. كيف تتفاعل هذه الآيات؟ هي لا تقول الإنسان مخير مطلق العنان، ولا تقول مجبور لا إرادة له، وإنما تقول في ضمن معادلة هو أمر بين أمرين. هذا نموذج. الكلام أخواني عن القاعدة العامة لا عن خصوص النموذج، وهو أنه متى نهتدي في الظلمات بالقرآن الكريم. القرآن لا يقول لنا تفصيلا هذا حق وهذا باطل، لا يهدينا بالتفصيل. القرآن عند من يقرأ القرآن، من يحسن قراءة القرآن، من يحقق حقيقة قراءة القرآن، فإنه تتشكل عنده الصور، بمعنى أنه كلما يقرأ آية وتنطبع أحاسيسه ومشاعره وإدراكاته وقيمه بمضمون هذه الآية، ثم يأتي الآية التي تليها فتتفاعل مع الآية السابقة في قلبه ونفسه ومشاعره وأحاسيسه. هنا تنصبغ كل أحاسيسه ومشاعره وقيمه وأفكاره من خلال الصياغة القرآنية. فإذا صاغ القرآن نفسك أصبحت نفسك واعية مدركة. لاحظوا مثل عمار بن ياسر في فتنة معاوية وفتنة بني أمية، ما كان من الفطنة والذكاء وحدة الذهن ما يمكن أن يتميز عن أقرانه، وإنما تراكمت عنده معاني القرآن، أصبحت الرؤية عنده واضحة بينة. هنا تنكشف له كل الفتن، يتبين أمره إلى أبعد ما يمكن أن يكون. كان من الحزم والجزم والوضوح بحيث لا تلتبس عنده الفتن، لا لأن القرآن قال أن معاوية باطل وأن علي حق، وإنما لأنه قرأ القرآن، عاش مع روح القرآن، تفاعل القرآن في أعماقه وفي وجدانه وفي إحساسه، وأصبح يعي بروح القرآن ويتفاعل مع القرآن. أما أن نقرأ القرآن كقطع متفككة، كآيات متناثرة لا ينظمها نظم جامع، لا تتحول في حياتنا وفي أحاسيسنا وفي مشاعرنا إلى منظومة متكاملة، فإننا نتيه مع الظلمات ومع الفتن ومع أحداث الدنيا، لا ندري أين نذهب. ثم أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستقبل عليكم، بل هي هذه السنة إلهية، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا وتعبره هذه الفتن المظلمة وهذه التقلبات. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ومن مضلات الفتن. الفتن لا بد منها، وإنما مضلات الفتن التي لا نهتدي فيها إلى نور وإلى هداية. نعم في فترة وجود أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا هم الهداية وهم الرشاد، ولكن الآن سبيلنا هو التمسك بالقرآن. التمسك بالقرآن بهذا المعنى أن نراود القرآن ونراوده حتى تتفاعل آياته في أعماقنا وتحدث حالة من الإدراك والوعي. عليكم السلام ورحمة الله. صلى على محمد وآل محمد.
وان كان ابو حسين يستاهل واحد يصلي على محمد وعلى محمد احتراما، ولكن قصدي انه نبلور المجلس. باختصار اقول ان اللهم صل على محمد أقول أنه هو هذا معنى أنه إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فالملجأ هو القرآن. ليس الملجأ هو القرآن كما صنع بعض المسلمين في بعض الأحداث التاريخية. ماذا حصل في بعض الأحداث التاريخية؟ عندما هجم المغول على الحواضر الإسلامية، تدرون ماذا صنع المسلمون في بلاد العجم في أفغانستان وإيران، مشهد ما تسمى اليوم؟ كانوا يأخذون القرآن ويفتحونه لأن يفتح الله لهم ويدفع عنهم. القرآن لا يدافع عنك، والقرآن لا يمسك بيدك في طريق الحق فرارا. أنت يجب أن تثير القرآن في أعماقك، أن تعيش روح القرآن، أن تفهم مقاصد القرآن. باختصار كما قلت في بداية الحديث، القرآن هو فلترة، هو منهج لأعماقك في نفسك. هو اليوم شو تسمون هذا لعله بعض البرامج سابقا، البرامج الكمبيوترية كانت تنظم الكمبيوتر. هو هذا أشبه ما يكون بهذا البرنامج الذي ينظم إدراكك وفكرك بحيث تكون قادر على تجاوز هذه الفتن. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول: عندما تقبل عليكم تشتبه عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، السبيل هو النجاة بالقرآن في كل وقت وفي كل زمان. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظنا ويهدينا ويهديكم من هذه الفتن بالقرآن الكريم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد